نحن اليوم مرة أخرى هنا في الشارع لنقول بأن لعبة الأرقام التي يلعبها المخزن لن تجديه نفعا، وبأنه ليس أمامه إلا خيار واحد هو الاستجابة للمطالب العادلة للشعب المغربي. المطالب العادلة تتمثل في الانتقال إلى الديمقراطية الآن وليس بعد سنين. الانتقال إلى الديمقراطية، دفع مستحقات الانتقال الديمقراطي، هذه هي المطالب الواضحة للشعب المغربي. إبعاد المفسدين وإبعاد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن مواقع القرار. لعبة الأرقام هذه التي قاموا بها بالأمس وقبل الأمس هي لعبة لن تستطيع أن تخدع الشعب المغربي، ولن تستطيع أن تغير معادلة الشارع. يستحيل أن تكون تلك النسبة 45%، لأن في 2007 لم يكن هناك حراك سياسي واجتماعي، وكانت الجموع الغفيرة من الشعب المغربي تقاطع تلك المهزلة. فكيف اليوم هناك شارع يتحرك في أكثر من 70 نقطة على مستوى التراب الوطني، ومع ذلك نجد نسبة بهذه الطريقة؟ هذا عدم احترام للشعب المغربي، هذا انتهاك جسيم للإرادة الشعبية. لا يمكن أن نصدقكم، لا يمكن أن نصدقكم يا حاكمين. هذا الاختيار الذي تسيرون فيه لا يمكن أن يجنب المغرب الاستقرار والسلم السياسي والسلم المدني والسلم الاجتماعي. طريقه الوحيد هو أن تدفعوا تكلفة الانتقال إلى الديمقراطية، أن تطلقوا سراح المعتقلين السياسيين ومعتقل الرأي، أن تطردوا وأن يرحل عنا كل المفسدين وكل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لذلك نحن نقول اليوم بأن كل ما ينبثق عن هذه النسبة هو باطل بالنسبة لنا. هذه الحكومة التي ستنبثق، هذا البرلمان الذي سينبثق عن هذه الانتخابات الفاقدة للشرعية الشعبية هي حكومة ليست لها مشروعية وليست لها شرعية، وهو برلمان لا يمكن أن تكون له شرعية. لذلك نحن خرجنا اليوم لنشيع جنازة الانتخابات ولنتحرك من جديد للعمل على إسقاط هذه الحكومة وعلى إسقاط هذا البرلمان، لأنهم لا يتمتعون بالشرعية الشعبية وبالشرعية السياسية الحقيقية. نحن نقول لكل القوى الصادقة في هذا البلد لا تضيعوا وقت المغرب فيما لا فائدة فيه. الطريق إلى الديمقراطية واضح، ليس هنالك تعدد. الطريق إلى الديمقراطية يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بطرد وبكنس المفسدين والمتورطين في الانتهاكات الجسيمة، وبدستور ديمقراطي يحقق التوازن بين السلطات، يحقق التداول الفعلي للسلطة، يجعل من الحكومة ومن السلطة التنفيذية أداة لممارسة السلطة وليس أداة في خدمة السلطة. الحكومة اليوم مهما قيل لا يمكن أن تمارس السلطة، بل ستكون في خدمة السلطة. الحكومة خادمة للسلطة وليست ممارسة للسلطة بمقتضى هذا الدستور الذي يرفعونه اليوم. لهذا نحن نقول لا مناص لكم من أن تدفعوا مستحقات الانتقال إلى الديمقراطية وكل ما يرتبط بذلك من إجراءات كما وضحت قبل قليل. هذا هو الطريق لإنقاذ المغرب مما لا تحمد عقباه. نحن لسنا نهدد، ولكن نقول بأن هذا هو الواقع والشارع. إذا كنتم تعتقدون أنكم من خلال هذه الأرقام ستستطيعون أن تخادعوا الشعب المغربي، بل ستدفعونه إلى أن يرفع من سقف مطالبه السياسية والدستورية. صدقونا، الطريق واضح. إذا لجأتم إلى لعبة الأرقام وإلى الأساليب الالتوائية ستضطر الجماهير الشعبية إلى رفع مطالبها السياسية والدستورية، وربما إلى رفع إيقاع نضالها داخل الشارع، ولن ينفع حينها الترقيع ولا كل هذه الأساليب الالتفافية والتنورية. وشكرا لكم.